الاهلي بيحسم الدوري كلينيكيا ولاول مره يفوز على بيراميدز رايح جاي في الدوري. الماتش ككوره كان اهدى بكتير من الماتش الاول، مفيش غير كوره وسام ابو علي اللي جت جول وكوره زلاكا اللي كانت في الشوط الثاني، لكن بره الكوره كان في خناقه وحاله من التربص بين مجالس الاداره كمان وصلت للعيبه. فكره ان مجلس اداره يعلي سعر التذكره علشان يخرج الجمهور بره اللعبه ويتحدى جمهور نادي، دي في حد ذاتها فكره فاشله وخلت الضغوط عليك اكتر بكتير. ده غير حاله التربص اللي كانت بين الشيبي وحسين الشحات اللي كانت ممكن تنهي مسيره لاعب في الكوره، ومشاكل كتيره حصلت وصلت لسب رئيس نادي بيراميدز ممدوح عيد واللاعب مروان حمدي لجمهور نادي الاهلي. ولو رجعنا لورا بالسنين فاشد المنافسه بين الاهلي والزمالك، ولما يبقى في حاله عدائيه بين الجمهور ولاعب او جمهور ورئيس نادي بتبقى حالات فرديه ما بتوصلش ان يبقى مجلس اداره ولاعيبه ضد جمهور ونادي. وكلنا عارفين كويس جدا ان الوضع لو استمر كده ممكن نوصل لكارثه مش هنقدر نسيطر عليها. فاكتبوا لي رايكم